خلي الكيس معاك. اوعى تضيع الكيس. شوف له كيس بيصير. خلي الكيس معاك عشان تحطهم في بطنك برضه. ما تقلقش عليهم. يزيدوا قدهم ان شاء الله. فين؟ ايه اللي حصل بقى؟ من الاول خالص. ايه موضوع الفيديو ده؟ بالمختصر المفيد علشان تعرف موضوع الفيديو. دول ناس شافوا عربية على النت، اتصلوا بالبايع، اتفقوا مع بعض، حددوا الميعاد، خدوا الفلوس، سافروا مسافة طويلة علشان يشتروا العربية. طبعا البايع كان مبيت النية ان هو نصاب او حرامي. اي من الاحوال انت راجل جايله من مسافة بعيدة ومعاك فلوس كاملة، فهو عامل حسابه على كل حاجة. قابلك في الطريق، ما قابلكش في المكان اللي هو اتفق عليه، بعتلك واحد، حصل سطو مسلح، تاخد منك الفلوس ومع السلامة. فعشان تعرف الفيديو دوت زي ما اتفقنا قبل كده، خطوات هنتبعها علشان نتفادى الموضوع ده. سريع سريع عشان تخلص بس. اللي حصل يا حسني الراجل اللي هو طلب بالمرض دخل على النت. هو عربيات. كل واحد فينا عنده عربيه. طب انا هجيب عربيه ثانيه. لما دخل على النت ليه ايه طارق السيوف. عامل معرض سيارات. راح واخد الرقم واتصل عليه. قال له العربيه عاوز كذا، نوع كذا، 2005. قال له عايز عربيه ايه؟ اوبشن 2005. ميكروباص؟ ميكروباص. قال له عندي عربيه بس انت تاخدها ترخصها اتوبيس خاص عامله 95,000، ارخصها لك عامله 160,000. قال له لا انا ارخصها عشان هو عنده مكتب محلات في الصف عندنا هناك. خد الفنجان. طب انا معايا 60 وبقيت الفلوس بعد ايه ما نسجل ونخلص الورقه بتاع العربيه. قال له خلاص ماشي تعالى. يوم واثنين ورحنا جايين. طول السكه عمال يرن علينا انتوا فين؟ في حته فلانيه، انتوا فين؟ في حته فلانيه. قال في واحد هيستناكم اسمه محمود في الاقصر. هياخدكم يجيبكم فين؟ في المعرض. فعلا رحنا الاقصر عند المحطه لقينا مستنيين. انت الاستاذ محمود؟ قال اه. راح راجع معانا العربيه المرشدس بتاعتنا. مشينا طبعا ما نعرفش حاجه هنا. عدوا الكوبري عدينا. تمشي مقبل مشينا. راجع على هنا تاني. جاي من الاقصر راجع على هنا. راح داخل شمال حته فيها زرع كده. اقول له انت رايح فين؟ والطريق اهو الزرع بتاع هنا ماشي كده. انت اللي دخل الزرع كده؟ قال لي لا ده احنا بنتصل وهنطلع فين؟ عند المعرض. قدامنا عربيه دبابه تبعه. راحت جايه عند الحته الترعه ديت في قلب الزرع وراحت واقفه في عرض الطريق. رحنا واقفين. يا دوبك احنا وقفنا لقينا اثنين بسلاح راحوا نازلين علينا. اذا لازم انت هو. 2 ولا 3؟ لا 2. هو التالت كان راكب معانا في العربيه. وبتاع الدبابه لما هم نزلونا مع العربيه وقعدنا على الارض مشي. راح جاري. كان مفيش انت مفكره ان هي لما قالوا في العربيه راحوا كده وجاري. كانوا ما فيش دقيقتين. مفيش حد جيز. راح جه بقى الباشا ياطي وقف معانا بصراحه. ربنا يخلوا له عيال يا رب يعني عمل معانا اللي ما اتعملش. مين بقى اللي عمل معاك اللي ما اتعملش؟ الباشا ده. مين الباشا ده؟ محمود رقيب محمود شحات يا باشا. رحت لقيت احمد كمان رقيب اول. جيب الموتوسيكل برضه. اهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت وملاكي. حذاري 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 تسافر مشوار طويل ومعاك فلوس عشان تشتري عربية. اشتري عربية من مكانك اغلى شوية بس ارخص بكتير لما تسافر مشوار طويل وتشتري عربية. هتقول ايا كان العربية المشوار البعيد دوت رخيصة، عربية جميلة تستاهل المشوار. ما هو انت مش ضامن الظروف اللي انت هتسافر فيها. وما تنساش لو انت كنت بطل انت رايح في ملعبه. يعني لو كنت بطل الابطال وحصل اللي حصل لك ممكن تخش في جدال معاه تطلع بخسائر اكتر من الفلوس. يعني ممكن تتعور. فبدل ما يكون فلوس هيبقى تعوير تاني. انت ايه بعيد عن الموضوع دوت. احسن لك اشتري عربية من مكان اللي انت فيه اغلى شوية بس ارخص بكتير من ما تروح تسافر مشوار بعيد عشان تشتري عربية. طيب يا سيدي انت لقيت العربية ومستاهلة المشوار. حاجة من الاتنين، يا اما تكون عارف الاجانس اللي انت هتشتري منه له اسم له مكان ثابت، ولما تنزل يديك العنوان توصل له مكانه، ما تخليش حد يستنيك في الطريق.
يا اما يكون معاك او انت رايح لحد معرفة انت واثق فيه، خلاص انت اتفقت معاه، خدت العربية، خدت فلوسك ورايح تشتري العربية، خلاص انت عارف انت رايح لفلان الفلاني. لكن ما يبقاش انت رايح مشوار مسافر واخد مثلا معاك اخوك او حد معاك مشوار بعيد ومعاك فلوس وعامل حسابك، لا قدر الله يحصل لك زي ما حصل في الفيديو، انت غنى عن الموضوع دوت. اشتري عربية غالية شوية في المكان اللي انت فيه، ارخص بكتير ما تشتري عربية وتاخدها من مسافة بعيدة. اولا هتصرف تمن المشوار، حتى لو العربية الملاكي بتاعتك ما انت هتاخد سفر وبنزين وهلك كاوتش وهتسافر بعيد، مصاريف يوم، مع كل ده انت اللي هتوفره، انت اولى بيه. فحذاري حذاري حذاري، تلاقي عربية على النت تتصل بالراجل تسافر مسافة بعيدة عشان تجيبها وانت ما تعرفش اللي انت رايح له ده مين ايا كان، يا اما اجانس لمكان ثابت ومعروف اسما، يا اما واحد انت عارفه شخصيا نازل عليه هجيب العربية وتيجي. انا يعني حصل ولقيت عربية بس الراجل اللي انا رايح له او المكان اللي انا رايح له ده بعيد بس معرفوش، وعايز اخش المجازفة ديت او اخد الريسك اللي انا اشتري العربية دي. طب انا سافرت، حصل اللي حصل، قاعد يقول لك خش يمين شمال، وانت ماشي في الطريق حسيت بذرة عدم اطمئنان او عدم الراحة، ما تكملش، لف وارجع تاني وروح وعوض ربنا عليك في المشوار. اعتبر نفسك كنت بتتفسح ومصاريف ديت مصاريف يوم وخلاص، احسن بكتير ما تخش في موضوع انت مش ضامنه وخايف منه. يعني لو حسيت بقلق شك صغير كده لف وارجع تاني، ما تكملش. بالمختصر المفيد، المقولة بتقول لو لقيت عربية اغلى شوية بس في مكانك ومكان ثابت ومنطقة انت عارفها وانت حوالين اهلك وناسك، هتبقى ارخص بكتير لما تشتري عربية رخيصة وحلوة بس من مسافة طويلة انت رايح المشوار مش عارف ايه اللي هيحصل فيه. اتمنى من الناس انها ما تستعجلش في البيع والشراء، اللي عايز يشتري من مكان ثابت، مكان معروف. احنا قلنا قبل كده فيديوهات كتيرة، حركات النصب بدأت تكتر، السطو المسلح انت عارف ايه اللي بيحصل فيه دلوقتي، انت رايح مكان هتبقى على ارضه هناك انت مش ضامن ايه الظروف. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، حاجة بسيطة كده مفسرة عن الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك الاشعارات بالحلقات الجديدة. وان شاء الله نتمنى من الله 2023 تكون سنة الخير على الناس كلها، وكل سنة وحضراتكم طيبين.